مش عارف ابدا منين. السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين، عيد اضحى مبارك، ويا رب كده عيد سعيد عليكم كلكم. ممكن يكون ده من اصعب الفيديوهات اللي انا بصورها في حياتي. انا مش براجع منتج، لا، انا سبت الشغل في سيجما، واخر يوم ليا في الشغل كان هو يوم الوقفه. مش عارف ابدا منين او اجيبها لكم ازاي. انا بدات صناعه محتوى في 2021، والمحتوى بتاعي كان عبيط جدا، يعني اي حد يعرفني من على تيك توك وينزل تحت هيشوف المحتوى اللي انا بدات بيه. المحتوى بجد كان عبيط جدا، ونزلت سيجما في اخر 2021 كده. كان شغلتي ايه في الاساس؟ كان شغلتي اللي انا بياع في فرع مول البستان. فلقيت الناس عارفاني اصلا من الفيديوهات بتاعتي، والدنيا كانت ماشيه معايا كويس، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الناس كانت عارفاني وكانت بتثق في رايي، ودخلت شركه واديتها كل وقتي وكل مجهودي، والموضوع مشي معايا كويس، وكونت اهل في الشركه حرفيا. يعني بص، زيزو، بوجبا، عبد الله اشرف، عبد الوهاب كوهين، لو انت تتفرج على الفيديو، عبد الوهاب كلازا، محمود رمضان، عم شاذلي، عم نور، عم احمد خليل، عم محمد عيد، دول كانوا اقرب ناس ليا في الشركه. يعني الموضوع ما كانش بس شغل، هو انت تحسه كان فاميلي بيزنس، اللي هو انت حد من الاسره ومركز في الشغل اللي هو الشغل بتاعك. وعملنا يوتيوب، واخدنا استوديو في الجريك كامبس، كان صغير كده استوديو، ممكن اصغر من الاوضه اللي انا قاعد فيها دلوقتي. وما كانش حالتنا حرفيا غير مكتب وكمبيوتر وكرسي كوجر كنت بنام عليه. والدنيا اشتغلت معانا شويه، الحمد لله تطورنا شويه، وبعد كده رحنا واخدين شقه كامله. بعد كده الشقه كانت ضيقه علينا، فاخدنا شقه اكبر، والشغل كان شغال كويس لحد لما اخدت القرار ده. انا قررت اسيب الشغل، او انا سبت الشغل. طيب سبت الشغل ليه؟ سبت الشغل مش لمشاكل، الحمد لله، يعني ربنا ما يجيبش مشاكل ابدا. سبت الشغل علشان انا عايز استقل بذاتي، لان احنا كنا في حرب، وللاسف انا خسرت الحرب دي. يعني ايه خسرت الحرب دي؟ يعني انا كنت متخيل ان الدنيا هتبقى ماشيه افضل من كده. لما كنت بعمل فيديو مثلا هنزله على الاكونت بتاعي بتاع تيك توك، لو جاب 1000 كومنت، في 990 كومنت بيقولوا ان المنتج ده كويس وتمام وهشتريه، او حد يقول انا اشتريته وطلع حلو، او حد يقول انا اشتريته كان فيه المشكله الفلانيه بس اوفر اول حلو، او حد يقول شرحك حلو. على الناحية التانية بقى على اليوتيوب، الناس كانت بتطلع تقول لك ده انت قابض يا معلم، ده انت اكيد لابس ستوك فيه فبتخلص منه وبتعمل له فيديو. قبل اي حاجة انا مش محتاج ابرر كده كده لاي حد، بس خليني اقول لكم حاجة. والله والله والله، انا بقالي في سيجما 4 سنين. في الاربع سنين دول صاحب الشركة، وبالمناسبة أنا مش صاحب الشركة، يعني أعتقد أنت أخدت بالك من حاجة زي كده. صاحب الشركة عمره ما جه قال لي في الأربع سنين دول أنا لابس منتج وعايزك تعمل لي عليه فيديو علشان أبيعه. الكلمة دي ما حصلتش. أنا كنت صاحب القرار، أنا اللي كنت بصحى الصبح أفتح الستوك، أشوف فيه إيه ممكن أعمل عليه فيديو، باخده وأعمله، وكنت بتعلم، والشركة كانت سامحالي إن أنا أتعلم. يعني أنا جيت الشركة دي ما كنتش بعرف أعمل مونتاج، يعني كنت بعمل مونتاج بجنيه وربع. دلوقتي إلى حد ما أنا المونتاج بتاعي كويس. ما كنتش بعرف اصور، دلوقتي بعرف اصور. ما كنتش بعرف اتكلم قدام الكاميرا، دلوقتي بعرف اتكلم قدام الكاميرا، وبعرف اتكلم قدام الكاميرا كويس. من وجهة نظري كده كده انت مش مجبر اللي انت تتفق معايا في الكلام ده. فدي كلها حاجات انا استفدت بيها غير الخبرة اللي انا اخدتها، لان انك تنزل تشتغل في مكان زي سيجما انت بتتعامل مع ناس كتيرة جدا في اليوم، بتشوف افكار وبتشوف ناس وبتعرف حاجات انت ما كنتش عارفها، سواء في الحياة العملية او في الحياة عامة. بتكتسب خبرات كبيرة جدا في كل حاجة حرفيا. الحمد لله من ضغط الشغل عليك بتبدأ تنضج. يعني ايه بتبدأ تنضج؟ يعني بتبدأ اللي هو الحاجات اللي انت كنت بتعملها زمان تيجي تبص عليها اللي هو ايه الهبل ده، انا دلوقتي مش فاضي، فاهم؟ فالدنيا كانت تمام لحد لما انا ما قررت ان انا اخد الخطوة واخد الريسك واستقل. علشان انا ما استقلتش دلوقتي، اعتقد ان صعب استقل بعدين. فها، انا هنا اهو، بدأت من اول وجديد. ما حلتيش غير المكتب ده والكرسي ده والموبايل اللي انا بصور بيه وشوية الإضاءة. الشاشة دي انا شحتها من كريم فيرست ستيب جيمنج، والكمبيوتر ده انا شحته من خالد لوكسس. فلو انتوا بتتفرجوا على الفيديو شكرا على وقوفكم جنبي. وكارت الشاشة اللي جوه الكمبيوتر ده ار تي اكس 5070، انا كسبته في جيف اواي من انفيديا في الايفنت بتاعهم. اعتقد انتوا شفتوا الفيديوهات، يعني الستوريز والصور وكده. ودي هي كانت النهاية للموضوع. يعني
اول لما كسبت الكارت حسيت ان انا ربنا بيقول لي ابدأ، وتسهيل ربنا كانت معايا في كل خطوة في الموضوع ده، لدرجة ان انا جبت كل حاجة انا محتاجها علشان اعرف ابدأ الحمد لله في 3 ايام. فاضل لي بس الحيطة دي هدهنها والله العظيم مش هسيبها كده. وهنا بقى نوصل للسؤال المهم، انا سبت سيجما فايه الدنيا هتحصل، هيبقى في ايه، وقناة اليوتيوب بتاعت سيجما هيبقى ايه مصيرها، قناة سيجما بتاعت اليوتيوب هيبقى ايه مصيرها، ما انا ما عنديش فكرة. بس كده كده لو هم محتاجيني في حاجة انا هديهم عيني، كده كده هتشوفوني هناك، هتشوفوني هناك تمام مفيش اي مشكلة. بس انا عملت قناة لنفسي اسمها احمد عارف، وهسيب لكم اللينك بتاعها في اول كومنت. اتمنى ان كلكم تروحوا تعملوا سبسكرايب وتدعموني في البداية الغريبة دي. والله يعز عليا ان انا اصور فيديو زي كده، بس كان لازم اخرج من مكان الراحة بتاعي، كان لازم اواجه اكتر، لازم اضغط في الموضوع اكتر. يعني انا مش قادر اتخيل، الموضوع صعب عليا والله العظيم، والله الموضوع صعب عليا جدا. بس لو في حاجة اقدر اقولها في الاخر، ان انا عشت في الشركة دي 4 سنين، انا ما شفتش في حياتي مكان شغل زي ده، من حيث الاهل، واللي ان احنا كلنا بنخاف على بعض، واللي كلنا بنبقى في ظهر بعض، وان احنا كلنا بنكون صحاب القرار. يعني انت بتتعامل في الشركة دي اللي انت صاحب الشركة، واكبر دليل الناس الكتير جدا اللي فاكرة ان انا صاحب الشركة، انا مش صاحب الشركة، بس صاحب الشركة مديني النقطة دي، اللي هو لا انت صاحب الشركة، وغيري يعني كنا كلنا صحاب الشركة. بس جه الوقت اللي احنا نستقل، وان شاء الله استنوا اول فيديو اللي هو تجهيز السيت اب ده. آه لسه في شويه حاجات، بس هنبدا واحده واحده. انا جبت الاساسيات وجبت شويه شجر والله العظيم جامد قوي، هبقى اوريه لكم. وبس كده، ف اشوفكم ان شاء الله بعد العيد على طول. سلام.